عزيزي طالب ثانوية عامة، ازيك عامل ايه؟ أنا مستر مصطفى ودي قناتكم From Zero to Hero in English. النهاردة إن شاء الله بإذن الله نبدأ مع بعض نحل كتاب من أهم الكتب، كتاب اسمه سينيور تمارين بتاع 2025. طبعا قبل ما نبدأ أنا حابب بس أقول لك إن الكتاب ده هياخد مني مجهود كبير جدا في حله، فما تنساش تدعمني بلايك وبشير وسبسكرايب علشان نوصل الفيديو لأكبر عدد من المشاهدين عشان الكل يستفيد. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا نبدأ مع بعض. أول جملة عندي بيقول لك book نقط is a legal and moral crime، هي جريمة متعلقة بالشرع ومتعلقة بالأخلاق. يبقى هي البوك ايه؟ بوك برايفسي، خصوصية الكتب، ولا بابليكيشن نشر، ولا كوبي رايت حقوق الملكية، ولا بايرسي؟ بايرسي طبعا هي السرقة والقرصنة، يبقى سرقة القرصنة سرقة الكتب هي جريمة قانونية وجريمة متعلقة بالأخلاق. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 2 بيقول لك فيه he has a reputation، هو لديه سمعة of being a liar، ان هو liar يعني كاذب، and a نقط ويكون ايه؟ illegal وغير قانوني، ولا cheat غشاش، ولا cheating الغش، ولا loyal اللي معناها شرعي. طبعا هو كده liar كاذب، وكمان ايه؟ كمان cheat معناها غشاش. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 3 بيقول لك using technology، استخدام التكنولوجيا in traffic في المرور reduces بيقلل car accidents نقط، بيقلل ايه بتاع حوادث السيارات. طب هختار ايه فيهم في الاختيارات؟ انا قدامي اختيارات كتير، وخلي بالك اول اختيارين شبه بعض، اول واحده اسمها كاجوليتي والتانيه اسمها كازوليتيز والتالتة اسمها انسيدنتس معناها احداث، وفيروسي معناها قرصنه. هو انا عايز اقول لك اقلل الوفيات كلمه اسمها كاجوليتيز اللي هي الاولى، لكن التانيه دي هي قاعده السببيه او اللي هي معناها سببيه. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 4 بيقول لك this information isn't نقط، هذه المعلومة ليست نقط it will mislead us، إنها سوف تضللنا. يبقى المعلومة دي مش مش دقيقة، صح؟ كلمة دقيق كلمة اسمها accurate اللي هي رقم س معناها دقيق، لكن ما ينفعش أقول لك biased معناها متحيز، imprecise معناها غير دقيق، معناها غير دقيق. طب untrusted معناها غير موثوق فيه، ودي برضه ما تنفعش إجابة. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 5 بيقول لك the accident الحادثة نقط due to بسبب drivers carelessness. careful معناها ايه؟ مهتم. طب careless معناها مهمل، carelessness معناها الإهمال. يبقى أنا عايز أقول لك الحادثة حصلت بسبب إهمال السواق. caused هي اللي سببت، طب سببت ايه؟ طب occurred إن هي حدثت بالظبط. طب take part إن معناها يشارك، لو كانت take place كانت تنفع توك بليس ان هي معناها يحدث، لكن تيك بارت ان معناها يشارك فيه فدي ما تنفعش، وكليم معناها يدعي فدي برضه ما تنفعش، فالاجابه الصح رقم بي. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 6 بيقول لك ذا لوير يعني المحامي، جواها اصلا كلمه لو اللي هو القانون. المحامي نقط فور ذا انوسنس يعني براءه، ترجم لو مش عارف اوف هيز كلاينت للعميل بتاعه. يبقى هو طالب بالبراءه، كلمه يطالب بيه اسمها demanded ان هو طالب بالبراءه. طبعا ما تنفعش told اخبار البراءه، طب هو لو اخبر البراءه اخبرها لمين؟ واناونس معناها اذاع، طب اذاعها برضه لمين؟ انسباير معناها يلهم ويشجع، طبعا ما تنفعش. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 7 بيقول لك فيه a huge ship يعني ايه؟ سفينه، وهيوج يعني كبيره. في سفينه ضخمه وكبيره نقط navigation يعني الملاحه او الطرق يعني in the canal for a week لمده اسبوع. يبقى انا عايز اقول لك ان هي سدت النافيجيشن، عطلت الملاحه، يبقى بلوكد نافيجيشن هي دي اللي تنفع. لكن كروس معناها يعبر، وريفيوز معناها يرفض، وسانك معناها يغرق، دي سانك SANK معناها يغرق. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 8 بيقول لك فيه a strong wind يعني الرياح القويه نقط the ship to spin، عايز اقول لك خلت السفينه ان هي spin. طب يا مستر ما انا عندي let معناها تسمح، مبدئيا let لما بيجي بعدها مفعول بحط لك بعدها مصدر، وكذلك made بتعوز بعدها برضو مصدر، فميك ولت طالعين بره. directed ولا caused؟ طبعا هي الاجابه الصح caused، تسببت في ان السفينه تلف، يبقى الرياح القويه تسببت في ان السفينه تلف، يبقى caused، مش طبعا مش directed ان هي معناها وجهت. تمام. بعد كده a strong wind في السؤال رقم 9 نقط the ship passing the Suez Canal اللي بتمر في السويس كانال. يبقى انا عايز اقول لك ان هي lifted يعني رفعتها، ولا sailed ابحرتها، ولا spun الماضي ان spin معناها يلف ويدور، ولا orbit معناها برضو يدور. طبعا انا هختار لك spun. طب ليه ما تختارش orbit مع ان برضو معناها يدور؟
كلمة orbit معناها يدور في مدار زي الكواكب مثلا، لكن spin معناها يلف حول نفسه، فخلي بالك من الفرق ما بينهم واكتبه عندك، وقف الفيديو ثواني واكتبه عندك. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 10 سهل جدا، بيقول لك newspapers نقط ايه بتاع الجرائد والصحف نقط are usually written in large print، بيبقى مكتوب دايما بخط او بطباعه large كبيره. ايه هو اللي بيكون مكتوب بطباعه بخط كبير؟ طبعا العنوان الرئيسي، فبتبقى الاجابه اللي هي الايه؟ headlines. headline معناها العنوان الرئيسي. طب editor معناها محرر، ما تنفعش. وكورسز اللي هي الكورسات التعليميه لا. طب وتايتل معناها ايه؟ تايتل معناها عنوان كتاب، فخلي بالك، وممكن تيجي بمعنى لقب وظيفي. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 11 بيقول لك نقط نيوزبيبر الجريده نقط هاز سمول بيجز فيها صفحات صغيره اند لارج فوتوز وصور كبيره. يبقى انهي فيهم جريده بيبقى فيها صفحات قصيره صغيره ولارج فوتوز يعني صور كبيره؟ طبعا اللي اسمها التابلويد اللي هي الصحيفه الشعبيه. ماشي، لكن طبعا البرودكاست ده برودكاست دي معناها يبث او يذيع، الثانيه اصلا اسمها برود شيت، اوعى تتلخبط، عايزك تذاكر كويس. بوستر معناها منشور وملصق لا. طب بلوج مدونه برضه لا، فالاجابه الصح تبقى تابلويد. بعد كده السؤال اللي بعده 12 بيقول لك نقط نيوز بيبر الجريده نقط از ا مور فورمال نيوز بيبر هي جريده مور فورمال يعني اكثر رسميه with large pages وفيها صفحات كبيره large pages. طب اسمها برود شيت ولا تابلويد ولا بيت شيتس ولا سبريد شيتس؟ طبعا الاجابه الصح ان انا اقول لك عليها البرود شيت. البرود شيت اللي هي الصحيفه الواسعه، لكن تابلويد هي الصحيفه الصغيره. بيت شيت كلمه شيت لوحدها ممكن تيجي بمعنى ورقه، ممكن تيجي بمعنى ملايه سرير، فلما اجي اقول لك بيت شيت فيبقى مقصود بيها ملايه السرير. وسبريد شيت هي الورقه اللي بتبقى او اللوحه اللي بتبقى متعلقه في نهايه الفصل. بعد كده السؤال اللي بعده الاخير في الصفحه دي، صفحه السؤال رقم 13 بيقول لك تابلويد نيوز بيبر التابلويد نيوز بيبر often focus on دايما بيركز على sensational or not stories. الستوريز يعني ايه؟ ستوريز يعني اخبار السنسيشنال. sensational معناها مثير، يبقى التابلويد ستوري هي دايما بتركز على الاخبار بتاعت الايه؟ الاخبار السنسيشنال المثيره او الايه؟ او النسيسيتي الضروره. كلمه نسيسيتي معناها ضروره مش ضروريه. طب سيلبرتي بتاعت الشخصيات المشهوره. اوبسايتي اللي هي السمنه تخن يعني. ولا بابليك اللي معناها العامه والجمهور؟ طبعا هي بتركز على ايه؟ على السيلبرتي ستوريز القصص او الاخبار اللي هي السيلبرتي المشهوره. بعد كده ندخل في الصفحه اللي بعدها والسؤال رقم 4 بيقول لك فيه فانز المشجعين وير نقط كانوا ايه؟ باي ذا نيوز عن طريق الاخبار of their favorite teams defeat بهزيمه الفريق المفضل بتاعهم. يبقى هم كانوا ايه؟ كانوا امبرسيف، هم كانوا مبهرين، ولا كانوا تشيكد مفحوصين، ولا شوك اللي معناها ان هو يرج الماضي من كلمه شيك، ولا شوكد اللي هي الاخيره اللي معناها مصدوم؟ طبعا هم كانوا مصدومين بالاخبار اللي على هزيمه الفريق المفضل بتاعهم. ديفيت معناها هزيمه. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 15 سهل جدا بس انت ركز. هو بيقول لك ذا بوليس ار لوكينج فور البوليس بيبحث عن ان سكيبد نقط. مين اللي هربان؟ كلمه سكيب معناها يهرب صح؟ يبقى عايز اقول لك ان البوليس بيبحث عن نقط هربان. كونفيكت مجرم، ولا انوسنت عكسها اللي هو بريء، ولا كرايم؟ تيجي الناس تقول لك ده كرايم دي معناها مجرم، لا ده كرايم جريمه. لو هي كريمنال فكريمنال معناها مجرم. جلتلس معناها غير مذنب يعني شخص بريء، يعني بي ودي اصلا مطيرين بعض، فتبقى هتختار انهي؟ كونفيكت اللي معناها مذنب او مجرم، لكن كرايم معناها جريمه، طبعا ما تنفعش، هي مش جريمه هربانه، هما بيبحثوا عن مجرم هربان. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 16 بيقول لك فيه after the accident بعد الحادثه the injured people الجرحى were not financially. كلمه financially دي معناها ماليا وماديا بالفلوس يعني. عملوا ايه بالفلوس؟ regulated اتنظموا بالفلوس، compensated اتعوضوا بالفلوس، fined اتغرموا بالفلوس، ولا freed دي معناها ان هو عارف كلمه free اللي معناها حر او مجاني، ففري معناها ان هو يحرر وهكذا. طبعا الاجابه الصح هي كلمه compensated ان هم اتعوضوا ماليا وماديا. تمام. السؤال اللي بعده 17 بيقول لك فيه ذا نيوز ستوري القصه او الاخبار stole from the reporters نقط of view. عايز اقول لك بتتبلغ من وجهه نظر الايه؟ الريبورتر الصحفي، يبقى اسمها بوينت اوف فيو وما تفكرش كتير. طبعا رينج معناها تشكيله واسعه من،
وopinion لوحدها معناها point of view، معناها رأي. طب وthinking معناها تفكير، فطبعا أنسب إجابة يبقى اسمها point of view، معناها وجهة نظر بتساوي كلمة opinion كلها على بعضها. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 18 بيقول لك فيه The first edition الإصدار الأول of the newspaper لهذه الجريدة نقط in 1859 في سنة 1859. هل يا ترى appeared ظهر ولا published نشر ولا announced أعلن ولا admitted إن هو معناها اعترف؟ طبعا أنسب إجابة هو كلمة appeared يا راجل، يعني ما ينفعش published ده المفروض كان يقول لك was published اتنشر، يبقى لك المجهول. طب announced برضه كان يقول لك was announced. طب admitted هل يا ترى الجزء الأول من الجريدة اعترف؟ لا، يبقى الإجابة الصح appeared اللي معناها ظاهرة. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 19 بيقول لك the government نقط its plan خطتها to face إن هي لكي تواجه the rise in prices الارتفاع في الأسعار. يبقى أنا عايز أقول لك الحكومة أعلنت خطتها. claim معناها يزعم ويدعي، ودي ما تنفعش. طب advertise اللي معناها ان هو معناها يعلن، بس دي يعلن عن اعلان او عن سلعه يعني advertise. لكن announce معناها يعلن عن خبر، وكلمه publish معناها ان هو يصرح، فطبعا الانسب هي announce يعلن عن او يذيع خبر ويصرح بيان رسمي زي ما هو مكتوب لك كده، لكن advertise يعلن عن منتج. بعد كده السؤال اللي بعده 20 بيقول لك in his reports في التقرير بتاعه he presents a نقط view، هو بيقدم لنا وجهة نظر ايه؟ he is a good journalist انه صحفي ممتاز، يبقى كده هو بيقدم لنا وجهة نظر balanced معناها ايه؟ متزنة، ان فيها توازن وهكذا. عكسها طبعا biased او prejudiced اللي هم معناهم ظالم، وكلمة pointless معناها بلا جدوى وبلا هدف. طبعا انسب اجابة هي balanced رقم بي. بعد كده 21 بيقول لك the lecturer معناها المحاضر، الشخص اللي بيلقي المحاضرات يعني. was balanced كان balanced and not in his argument، كان balanced وكان ايه في الارجيومنت في الجدال بتاعه؟ كان balanced وobjective. طبعا objective معناها هادف موضوعي، معطوفة على balanced معناها متزن، كان متزن وموضوعي. لكن باشنيت دي عندي في يونت 9 معناها عطوف وشغوف. طب كلمة subjective معناها موضوعي اللي هي متعلقة بالموضوع ذات نفسه، لأ. biased طبعا عكسها ما تنفعش معناها متحيز وظالم، يبقى الإجابة الصح objective اللي هي معناها هادف أو موضوعي. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 22 بيقول لك فيه the war يعني الحرب، ترجم لو مش عارف. نقط all aspects of life كل نواحي الحياة in the غزة في إيه؟ في قطاع غزة. هل يا ترى الحرب دي كومبلين؟ كلمة كومبلين معناها يشكو، ولا reconstructed يعني يعيد بناء، إعادة بناء كل جوانب الحياة في غزة؟ الحرب ما عملتش كده. repaired أصلحت، ولا ruined معناها يدمر ويبوظ. طبعا الحرب بوظت كل نواحي الحياة في غزة، ما تنسوش تدربهم عشان ربنا يوفقكم إن شاء الله بإذن الله. بعد كده السؤال اللي بعد رقم 23 بيقول لك two persons 2 من الأشخاص were injured كانوا مصابين in a shooting نقط في إيه؟ إطلاق النار last night ليلة امبارح. عايز أقول لك في أحداث إطلاق النار. كلمة procedures عندي في التاسعة معناها إجراء. كان عندي كلمة اسمها banking procedures معناها إجراءات بنكية لو تفتكر. occasion معناها مناسبة، طبعا ما تنفعش مناسبة إطلاق النار، لا. أنا عندي incident معناها أحداث، وكلمة event معناها أحداث. طبعا event ده اللي هو الحدث اللي هو مرتب، لا يعني حدث قائم، فرح مثلا أو مثلا كونفرنس مؤتمر، ده اللي اسمه event، تمام. لكن incidents هو الأحداث العابرة والأحداث السريعة، وخصوصا لو هي في مسرحية مثلا أو كده، يبقى shooting incidents يبقى معناها إيه؟ أحداث إطلاق النار، طبعا مثال مهم. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 24 بيقول لك في medical نقط spend a year بيقضي سنة in a public hospital في المستشفى العامة before graduation قبل التخرج. يبقى الميديكال ايه؟ الميديكال بروفيشنالز معناها بروفيشنال معناها محترف. طب هو لو هو محترف هل يا ترى هيقضي سنة في مستشفى عامة قبل ما يتخرج؟ ازاي؟ تريني متدرب، ولا بيشنت مريض، ولا سبيشالست متخصص او اخصائي؟ طبعا تريني اللي هو المتدرب الطبي بيقضي حوالي سنة في المستشفيات العامة قبل التخرج. بعد كده السؤال اللي بعده 25 it is a crime انها لجريمة to reproduce معناها ينتج،
وريبروديوس معناها يعيد إنتاج. any book أي كتاب without the not permission بدون الإذن بتاع إيه؟ عايز أقول لك الإذن بتاع الإيه؟ الببلشر دار النشر، ولا بابليكيشن النشر ذات نفسه، ولا دايركتور الإذن بتاع المدير، ولا الريدر القارئ؟ طبعا الإجابة الصح الإذن بتاع الببلشر اللي هو الناشر أو دار النشر، ماشي؟ لكن ما ينفعش أقول لك إذن النشر ذات نفسه، فاهم؟ أنا عايز إذن الناشر أو إذن من دار النشر، يبقى ببلشر الأولى. بعد كده 26 بيقول لك فيه the viewers المتفرجين waited with not، عندي مصطلح من أهم المصطلحات اسمه wait with bated breath، معناها إن هو ينتظر بفارغ الصبر، أهو يبقى رقم C. for the final report of this series للتقرير النهائي للفاينل بارت للجزء النهائي of the series لهذا التسلسل أو هذا الجزئية. بعد كده السؤال رقم 27 بيقول لك فيه the corrupted principles معناها مديرين، ترجمها كويس عشان في كلمة تانية اسمها principles معناها مبادئ، فتيجي بيقول لك فيها the corrupted principles معناها المديرين الفاسدين were called اتطلب منهم to face charges أو إن هم اتطلبوا إن هم يواجهوا التهم at the نقط. طبعا كلمة charges هنا مش معناها ايش، معناها تهم، يبقى دي بالنسبة لي إن هم طلبوا إن هم يواجهوا التهم في الكرايم كورت في محكمة الجنايات، تمام؟ لكن جولف كورت معناها ملعب الجولف، وإمباسي يعني السفارة، وبريزون سيل معناها اللي هي الزنزانة أو اللي معناها يعني حاجة شبه كده اللي هو السجن يعني بمعنى أصح. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 28 بيقول لك في نقط his possession معناها ملكية، هو نقط ملكيته of the palace للقصر without having any papers من غير ما يبقى عنده أي وثائق أو أي بيانات، يبقى هو بيدعي ملكيته للأصل، يبقى بيدعي كلمة اسمها كليم الأولى معناها يدعي، لكن بايز الثانية معناها إن هو يتحيز، ومس معناها يفوت، ووندرت معناها يتعجب. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 29 بيقول لك the article show a marked نقط، المقال بيبين إيه واضح in favor of لصالح the majority الأغلبية، يبقى هو بيبين إيه؟ بيبين بايز معناها إيه؟ تحيز اللي هي رقم C. طبعا بيسك الأولى معناها أساسي، وبيسس معناها أساس، وبيس الثالثة معناها يؤسس ويقيم على، طبعا الإجابة اللي هي رقم C. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 30 بيقول لك فيه it is our duty إنه واجبنا not to spread نقط، إن إحنا ما ننشرش نقط or fake news أو الأخبار المزيفة on websites على المواقع، يبقى إن إحنا ما ننشرش الأخبار المزيفة أو الإيه؟ أو التشيتنج الغش، أو demanding الطلب، ولا wanting الإرادة أو الطلب مثلا، ولا misleading اللي معناها مضلل. طبعا ما ننشرش الأخبار الفيك أو المسليدنج معطوف عليها طبعا، تمام؟ بعد كده السؤال اللي بعده رقم 31 بيقول لك فيه the rescue team فريق الإنقاذ saved a child أنقذ الطفل نقط in the burning flat في الشقة المحترقة، يبقى هو أنقذ الأطفال اللي محبوسين في الشقة اللي بتولد، يبقى طبعا تراب معناها محتجز ومحاصر هي الإجابة. ما ينفعش أقول لك كونفورم، كلمة كونفورم معناها يخضع إلى أو إن هو يعني إيه؟ يعني يطبق مثلا. هايد معناها يخفي، ما تنفعش. وبلوك الأطفال اللي كانوا مسدودين في الشقة اللي بتولع أكيد لأ، يبقى اللي كانوا محتجزين رقم إيه؟ بعد كده بيقول لك في السؤال اللي بعده 32 ذا سيمبل اللي هو سي في دايرة ده، سيمبل معناه رمز، الرمز سي اللي محطوط في دايرة ده shows that بيبين أن something is protected by إن الشيء ده محمي عن طريق الإيه؟ الكوميرس التجارة، ولا confession جاي من كلمة confess يعني يعترف، confession الاعتراف، ولا كوبي رايت اللي هي معناها حقوق النشر، ولا هو محمي بالكوماند يعني يأمر أو الأوامر. طبعا اللي تنفع معايا إن هو محمي بالكوبي رايت يعني حقوق الملكية وحقوق النشر. بعد كده السؤال اللي بعده 33 it is not to publish a book إنك تنشر كتاب without author's permission بدون إذن الإيه؟ المؤلف، إنه إيه؟ illegal غير قانوني، ولا allowed مسموح، ولا legal قانوني وشرعي، ولا lawful معناها قانوني وشرعي. طبعا إنه illegal، طبعا سؤال سهل. بعد كده السؤال اللي بعده 34 the newspaper الجريدة نقط is biased in favor of the government. عايز أقول لك إيه بتاع الجريدة؟ هو اللي متحيز من ناحية واتجاه الحكومة، يبقى النيوز بيبر ارتكل معناها ايه؟ معناها مقال الجريدة. طبعا ريمارك معناها ان هو علامة او يميز، ريمارك
طبعا essay هو المقال الأكاديمي زي ما هو مكتوب كده، article هو المقال في الصحيفة، لكن essay مقال أكاديمي، وopinion معناها رأي. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 6 بيقول لك فيه the convict المجرم أو المدان received a punishment تلقى عقاب for not copyright law. copyright معناها حقوق الملكية، ولو معناها قانون. هو اتعاقب من أجل إن هو عامل إيه في قانون حقوق الملكية؟ كيب ان هو حافظ عليه، ولا كونسيرف ان هو يحافظ عليه، ولا كونفيرم ان هو معناها يخضع الى وان هو يوافق عليه، ولا فايوليت ان هو بينتهك وبيخالف؟ طبعا بينتهك ويخالف، هي انسب اجابه. بعد كده 36 بيقول لك نيم was printed اسم مين اللي was printed الذي طبع below the title تحت العنوان بتاع الكتاب. اسم مين اللي بيتكتب؟ طبعا اسم المؤلف اللي هو الاوثر، فرقم بي هي اللي تنفع. لكن ريدر هم مش بيكتبوا اسم القارئ، ولا البيست سيلرز الاكثر مبيعا، ولا البوك اللي هو اسم الكتاب تحت التايتل، ما هو التايتل اصلا اسم الكتاب. بعد كده 37 بيقول لك ذا كومباني لانشد اتس لونج نوت كار. عايز اقول لك الشركه اطلقت، كلمه لانشد دي معناها اطلقت، لو مش عارفها ترجمها. اطلقت، عايز اقول لك السياره التي طال انتظارها. لونج اكسبكتيشن لا، لونج بايزد لا، اسمها لونج اويتد. لونج اويتد معناها طال انتظاره. ينفع اقول لك لونج اويتد اند يعني نهايه طال انتظارها. بعد كده السؤال اللي بعده 38 نقط ميد هيريك ايفورت. هيرو يعني بطل، وهيريك يعني بطولي. ايفورتس معناها مجهود. مين اللي عمله مجهود بطولي؟ تو سيف ذا بلان كرو عشان يحافظوا على طاقم العمل بتاع الطائره. تريني المتدربين، ولا سيرجنز الجراحين، ولا باسنجرز الركاب، ولا ريسكرز معناها المنقذين. طبعا اللي تنفع معايا هي ريسكرز. بعد كده السؤال اللي بعده 39 بيقول لك ذا ديتكتيفز بقى المحققين نقط ذا كرايم سين مشهد الجريمه. ولكن they didn't find any clues ولكنهم لم يجدوا اي ادله. يبقى مين اللي فحصوا مكان الجريمه؟ المجرمين هم اللي فحصوا. يبقى كلمه يفحص كلمه اسمها انفستيجيت. مستر انفستيجيت معناها يفحص صح ويتحقق منه. طب ما هي تشيك معناها يفحص. خلي بالك زي ما هو كاتب لك كده تشيك يتحقق من الشيء او يراجع عليه. ان انا بفحصه يعني ان انا بعمل عليه تشيك، براجع عليه بس. لكن انفستيجيت ان انا كده ببحث عن كلوز، ادله وبراهين. وصلت؟ فبالنسبه لي الاجابه الصح انفستيجيت. طبعا كومات الثانيه دي معناها يرتكب، خلي بالك منها. تشيك قلنا معناها يفحص، وديسكفر معناها يكتشف. ترجم كل كلمه جديده هتنفعك ان شاء الله باذن الله. خلاص فاضل تكه فعلا. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 40 بيقول لك I hadn't had enough sleep. انا ما نمتش كويس. and I was feeling a bit not وانا حسيت ان انا ايه قليلا. balanced ان انا balanced يعني متزن، ولا angry غاضب، ولا grumpy غاضب، ولا cheerful اللي معناها مبتهج. angry يا جماعه معناها ان هو غاضب، تمام؟ لكن grumpy معناها ان هو يعني متعكر المزاج، اقل شويه من الغاضب، تمام؟ فيبقى هو ما نامش كويس لذلك كان حاسس ان هو مزاجه متعكر قليلا، يبقى grumpy. طبعا مثال الى حد ما صعب. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 41 بيقول لك she is very not هي تكون ايه جدا. she is always asking about everybody's help. هي دايما بتسأل عن everybody's life. انا اسف life معناها حياة. تسأل دايما عن حياة كل واحد. يبقى هي كده تبقى ايه؟ balancing موازن، ولا نوزي اللي هو جاي من كلمة نوز يعني مناخير. نوزي معناها ان هو حشر مناخيره في كل حاجة، يعني ان هو فضولي. ولا نويزي جاي من كلمة نويز ضوضاء، فنويزي معناها مزعج. ولا disabled اللي معناها معاق. طبعا الإجابة الصح تبقى نوزي. نوزي معناها إيه؟ نوزي معناها اللي هو فضولي، ودي بتساوي كلمة اسمها كاريوس. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 42 بيقول لك articles in broadsheet. المقالات اللي في البروتشيت are more not than tabloid عن التابلويد. عايز أقول لك البروتشيت اللي هي الصحيفة الكبيرة، الأخبار اللي فيها بتكون إيه؟ فيكشن يعني خيال، ففيكشنال معناها خيالي. فانكشنال معناها وظيفي وتوظيفي. ولا فراكشنال ولا فاكشوال. طبعا الاجابه الصح هي فاكشوال معناها واقعي وحقيقي، تمام؟ بعد كده السؤال اللي بعده رقم 43 بيقول لك when she finished her نقط لما هي خلصت her نقط. she qualified as a vet هي اتأهلت كفت يعني طبيبة بيطرية. يبقى هي لما خلصت الابرنتشيب فترة التدريب المهنية، ولا جريد درجة الامتحان والصف الدراسي، ولا جرادويتس معناها خريجين،
ولا retirements اللي معناها التقاعد؟ طبعا الإجابة الصح هي apprenticeship اللي معناها فترة التدريب. يبقى لما هي خلصت فترة التدريب بتاعتها she qualified as a vet، هي اتأهلت كأن هي تكون ايه؟ vet، يعني طبيبة بيطرية. بعد كده السؤال اللي بعد 44 بيقول لك he told us، هو أخبرنا what happened simply، هو أخبرنا اللي حصل ببساطة without ايه؟ بدون ايه؟ بدون height يعني العلو أو الارتفاع، speaking يعني تحدث، ولا exaggeration مبالغة، ولا appreciation تقدير. طبعا هو أخبرنا باللي حصل ببساطة بدون exaggeration بدون مبالغة. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 45 بيقول لك سارة was not، سارة كانت ايه او was ايه؟ جملة هتتبني للمجهول عشان كلهم تحت تصريف تاني. سارة was not because she was rude، لأن هي كانت وقحة وقليلة الأدب to her teacher إلى المدرس بتاعها. يبقى أكيد هي كده ايه؟ imprisoned اتسجنت، ولا punished اتعاقبت، ولا rewarded اتكافئت، ولا postponed اتأجلت. طبعا الإجابة الصح إن هي she was punished، punish معناها يعاقب. بعد كده 46 بيقول لك في the government الحكومة نقط the new law القانون الجديد in the official newspaper في الجريدة الرسمية. يبقى come out معناها أصدرت القانون الجديد، ولا claim، ولا published، ولا announced. طبعا الإجابة الصح معايا في 46 هي إن هي published. طب ليه published؟ أصل هي نشرته في النيوز بيبر في الجريدة، يبقى مش come out. come out معناها ينشر، يبقى مبنية للمجهول أصلا. claim معناها يدعي ما تنفعش، وannounce معناها يذيع، هم أذاعوا في الجريدة. لا طبعا هو يذيع ده بيذاع في بيان صحفي مثلا أو هكذا، مش في الجريدة الرسمية. يبقى published إن هم نشروا في الجريدة الرسمية. حلو السؤال ده. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 47 بيقول لك زي نقط is responsible for، هو المسؤول عن everything printed، كل شيء بينطبع in the newspaper. مين طبعا؟ هو رئيس التحرير اللي اسمه الإديتور، هو الإديتور هو المسؤول عن ده. طبعا illustrator هو الموضح ما تنفعش، ومانجر معناها مدير، وايجنت معناها الوكالة ما تنفعش أو الوكيل يعني. بعد كده bad company الشركة السيئة أو الصحبة السيئة، هنا بمعنى الصحبة والصداقة السيئة has a negative نقط لديها ايه؟ سلبي. so choose friends well، لذلك اختار الأصدقاء جيدا. يبقى لديها تأثير سلبي، كلمة تأثير كلمة اسمها impact. لكن affect معناها يؤثر، طبعا verb. influential دي صفة معناها مؤثر، وستريس معناها الضغط، فما تنفعش. يبقى الإجابة رقم 2. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 49 بيقول لك فيه war crimes معناها جرائم الحروب in غزة، في غزة were not to the international justice court إلى محكمة العدالة الدولية. يبقى جرائم الحروب في غزة were ايه؟ were received إن هي استلمت to إلى، ولا treated إن هي اتعالجت إلى، ولا referred يعني أحيلت أو إن هي انتقلت إلى، ولا made إن هي جعلت إلى. طبعا هي referred to، كلمة refer to معناها إن هو يحيل إلى، طبعا ده مثال حلو جدا. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 50 بيقول لك his parents نقط آبائه نقط him in becoming a great writer إن هم يخلوه great writer. يعني إيه great writer؟ يعني كاتب عظيم. developed طوروه، ولا supported دعموه، ولا rose إن هم معناها إن هو يرفع، ولا تشير اللي معناها يبهج. طبعا الإجابة الصح بتاعتي هي supported إن هم دعموه in becoming في إن هو يكون great writer، في إن هو يكون عالم أو إن هو قصدي يكون إن هو كاتب كبير. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 51 بيقول لك فيه how on earth you make friends with him. كلمة how on earth دي مصطلح على بعضه معناه يعني كيف تحط السماء مثلا، أو إزاي. تعبير يدل دايما أو مصطلح بيدل دايما على التعجب والدهشة. طب how on earth إزاي you make friends with him؟ إزاي بتكون صداقة معاه؟ he is so هو يكون إيه؟ annoying مزعج، ولا amazing مدهش، ولا annoying منزعج، ولا loyal مخلص. طبعا أنا بتعجب من الشيء لأن هو إزاي بتكون صداقة معاه he is annoying is so annoying يعني مزعج جدا. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 52 بيقول لك journalists صحفيين write نقط بيكتبوا نقط news stories قصص إخبارية إيه؟ to attract readers attention علشان يجذبوا بيها انتباه القارئ. يبقى هم بيكتبوا قصص إيه أو أخبار إيه؟
traditional تقليدية ولا seasonal موسمية، contemporary معاصرة وحديثة ولا sensational مثيرة. طبعا بيكتبوا أخبار مثيرة عشان يجذبوا بيها ويثيروا بيها انتباه القارئ. 53 one of the downsides معناها عيوب. واحد من عيوب of the not age بتاع العصر الإيه is addicting social media وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا واحد من عيوب الديجيتال ايج العصر الرقمي او العصر التكنولوجي بمعنى اصح، ميديفيال ايج معناها العصور الوسطى، وروبوتك معناها روبوتي او آلي، وسبيس معناها فضاء. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 54 بيقول لك نقط means reports recorded by people، هي التقارير اللي بتسجل بواسطة الناس and shown in the internet وبتتعرض على الانترنت. يبقى ايه هي التقارير والاخبار اللي بتتعمل بواسطة الناس وبتتعرض على النت؟ طبعا اسمها مصطلح اسمه citizen journalism، يعني صحافة المواطن، تمام؟ مش publication النشر، ولا book piracy قرصنة الكتب، ولا كوبي رايت حقوق الملكية. بعد كده 55 بيقول لك the technician الفني installed an نقط of Windows 11. It isn't genuine معناها أصلي، و isn't يعني هي مش أصلية. يبقى piracy Windows ولا pirated version ولا original version ولا copyright CD. طبعا pirated version معناها نسخة وإصدار، و pirated معناها مسروق ومقرصن، هو مثبت عنده نسخة مسروقة، يبقى pirated version. طب piracy version معناها piracy Windows هو ويندوز قرصنة. طب اوريجينال فيرجن هي عكسها، يعني نسخة أصلية، لا طبعا هو نسخة مسروقة. وكوبرايت سي دي هو سي دي عليه كوبرايت بس مش أكتر. بعد كده ناخد شوية تمارين على الميديا بايز، أنواع التحيز الإعلامي. يلا leaving one side إنك تترك وتغادر one side جانب واحد. leaving out خلي بالك leave out هي مفتاح الحل. leave out يعني يحذف ويترك، فإن أنت تحذف جانب an article من مقال is by omission، هو تحيز عن طريق الحذف. spin اللف والدوران ما ينفعش. tabloid الصحيفة الصغيرة لا. placement الموضع لا. بعد كده نقط is a type of media، هو نوع من الميديا بايز in which اللي فيه a journalist uses twisted style، بيستخدم فيه اسلوب كده ايه twisted انا اسف معناها ايه ملفوف كده، حاجه بتلف وتدور، يبقى ده اسمه السبين. بعد كده putting the news of your favorite team انك تحط وتضع putting الاخبار بتاعت الفيفوريت تيم فريقك المفضل in front page في الصفحه الاماميه، يبقى ده تحيز عن طريق الموضع، لان انت كده بتحط الخبر بتاعك في مكان معين، يبقى ده تحيز عن طريق الموضع. بعد كده جمل ثانويه عامه جت قبل كده بيقول لك فيها my brother is an دكتور، هو دكتور ايه؟ he will get his degree next year، هيحصل على الدرجه العلميه والشهاده العلميه بتاعته next year السنه الجايه. هو كده تريني يعني ايه متدرب. طبعا هو مش امبلوي مش موظف ولا امبلوير صاحب عمل ولا ترينر مدرب. بعد كده السؤال رقم 60 بيقول لك فيه the most recent major نقط، احدث واعظم او ميجور اللي كان رئيسي ايه اللي كان رئيسي was an explosion، هو كان انفجار at an oil refinery معناها اللي هو محطات تكرير البترول. يبقى ايه حدث انفجار ده؟ حدث الانفجار في محطات تكرير البترول كان واحد من اعظم الايه لوكيشنز المناسبات، ولا انسيدنت الاحداث، ولا اورجانيزيشن منظمه، ولا فيستيفال عيد واحتفال؟ طبعا ده كان بالنسبه لي انسيدنت معناها حدث عارض. بعد كده السؤال اللي بعده 61 نقط is a serious newspaper، هي الجريده السيريس الجاده that is printed in large piece of paper اللي بتطبع على ورق كبير، طبعا اسمها البرود شيت. وده سؤال سهل طبعا، دور ثاني 2022. ماجازين مجله وبرودكاست معناها ان هو ايه برودكاست يعني ان هو يبث وينشر بودكاست ماشي. وتابلويد معناها ان هي الصحيفه الصغيره ما تنفعش. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 62 بيقول لك فيه جرامبي، كلمه جرامبي دي معناها ايه؟ جرامبي اللي هو متأفف، تعني كلمه ايه؟ جود ناتشر حسن الطبع، ولا باد تمبر سيء المزاج، ولا ويل بيهيفد، ولا ويل نون مشهور؟ طبعا ويل بيهيفد دي معناها حسن التصرف ما تنفعش،
اللي تنفع معايا هي bad tempered معناها سيء المزاج. بعد كده 63 بيقول لك فيه the series يعني السلسلة أو المسلسل is interesting بيكون شيق. So لذلك the viewers المتفرجين are waited with نقط كانوا منتظرين، عايز أقول لك بفارغ الصبر to its end إلى نهايته، يبقى with bated breath معناها منتظرين بفارغ الصبر، يبقى هي رقم دي. بعد كده ناخد مع بعض شوية synonyms وantonyms، يلا بينا مع بعض. السؤال رقم 1 بيقول لك a strong wind spun the ship. في الرياح القوية لفت السفينة. عايز كلمة بترادف كلمة spun معناها يلف، بتساوي كلمة ايه؟ كلمة remain ان هو معناها يظل او يبقى، ولا head اللي هو معناها يقود، ولا بايريت، ولا كلمة روتيت؟ طبعا روتيت هي اللي معناها يلف. بعد كده مضاد كلمة راون اللي معناها يدمر، حد بيدمر حاجة عكسها حد بيريبير بيصلحها. بعد كده we should behave well، behave معناها يتصرف، لديها نفس معنى كلمة ايه؟ act politely يتصرف بأدب، ولا tell truth يخبر الحقيقة، ولا do good يعمل جيد، ولا process well ان هو يعني يؤدي جيدا. طبعا الإجابة الصح اللي تنفع هي رقم ايه اللي هو يبقى act politely ان هو يتصرف بشكل كويس، يعني ده اللي معناها behave. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 4 بيقول لك فيه he was waiting for the exam results with bated breath. هو كان منتظر بفارغ الصبر، ده معناه ان هو كان ايه؟ cheerful مبتهج، disappointed محبط، ولا impatient غير صبور، ولا irresponsible. طبعا irresponsible معناها غير مسؤول، يبقى الإجابة الصح رقم C. بعد كده بيجي يسألك the old man was grumpy، الراجل الكبير أو كبير السن كان غاضب. كلمة grumpy قريبة في المعنى لكلمة ايه؟ أو كلمة grumpy بتساوي كلمة ايه؟ excited متحمس، delayed متأخر، curious فضولي، ولا furious اللي معناها غاضب وهكذا. طبعا curious دي فضولي، اوعى تتلخبط، ده فرق حرف واحد. ماشي، curious دي بتساوي كلمة اسمها nosy عشان لو عوزتها، تمام؟ nosy وinquisitive كمان. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 6 بيقول لك the expert الخبير says the printing is pirated، بيقول ان البرينتنج ان الطباعة دي تكون pirated مسروقة. it isn't نقط انها ليست ايه؟ ليست genuine معناها طبعا اصلي، يبقى ان هي مسروقة، يبقى ان هي مش اصلية. انما ما ينفعش اقول لك it isn't false انها ليست خاطئة، ولا fabricated ان هي متفبركة، ولا fictional اللي معناها خيالي. بعد كده 7 بيقول لك the accident الحادثة left 10 casualties سابت 10 من المصابين. كلمة casualty اللي معناها ايه؟ ضحايا او مصاب، بتساوي victim ضحية، ولا paramedic اللي هو اخصائي الطوارئ، ولا نيرس ممرضة، ولا witness اللي معناها شاهد. طبعا اللي تنفع هي الاولى اللي معناها victim. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 8 a successful journalist الصحفي الناجح must be nosy لازم ان هو يكون nosy. شوف لفتنا واحتاجناها. nosy معناها فضولي، بتساوي كلمة ايه؟ curious وinquisitive. الثانية هي اللي معناها فضولي، وده طبعا مثال من الأمثلة المهمة جدا. وبكده الحمد لله نكون خلصنا مع بعض الجزئية بتاعت النهاردة، جزئية يونت 1 الخاصة بالكلمات. ما تنسيش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وتدعمني دايما، لأن ده اللي هيخليني إن شاء الله بإذن الله إن أنا أكمل. بالتوفيق لكم جميعا، كان معاكم مستر مصطفى، سلام.